حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وكل عام وانتوا بخير، وكل سنة وانتوا طيبين، ويجعلوا عيد سعيد عليكم يا رب. طبعا احنا الاسبوع دوت كده على خير، نكتر من الدعاء والصلاة والصيام، وربنا يتقبل منا بإذن الله. النهاردة بقى هنبتدي من توضيبات العيد الكبير. طبعا هو مش عيد كبير يبقى لحمة وبس، لا طبعا في حاجات كتير جدا غير اللحمة. احنا اصلا من عاداتنا انا وعيالي وجوزي ملناش في اللحمه قوي، يعني كلحمه كده اني لا، ممكن ما تطلبش عندي غير فين وفين. بيطلب عندي الفراخ، البط، الحاجات ديت، والفراخ اكتر كمان، سوا بلدي او بيضه. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. نزلت النهارده جبت الثلاث بطيات دول، بسم الله ما شاء الله، اللي انا بقطعه ده ذكر، وجبت 2 نوتي. طبعا البط دوت عايزه اقول لكم ان هو مش بلدي خالص. بسم الله ما شاء الله، شايفينه يعني احمر ازاي من جوه؟ لو انتوا شايفين القلب بتاعه احمر ازاي من جوه، وكمان شديد في التقطيع بتاعه، يعني مش طري. البطايه لما تلاقي كده العظم بتاعها يكون شديد، تعرفوا ان هي بطايه بسم الله ما شاء الله، يعني مستويه مستويه. لكن اللي تلاقوها زي الفراخ البيضه بتبقى شربتها زي الفراخ البيضه. لكن ديت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. ده بط ابيض. طبعا احنا عارفين اسعار البط البلدي بكام؟ ب180 جنيه الكيلو. دوت انا جايباه اللهم بارك ب100 جنيه الكيلو، تمام. ودفعت 10 جنيه تنظيف كمان عليه، يعني نقول ب110. النهارده بقى هنعمل خلطة جبارة لغسيل البط وللطيور عامة. جيت النهارده كده بسأل على الليمون، لقيت الليمون ب50 جنيه. ايه ده؟ في ايه؟ ليه ب50 جنيه الليمون؟ ده ليمون يا جماعة. قالوا لي والله ب50 جنيه. وفي حبة كده راكنهم على جنب بكام؟ قال لي ب40 جنيه. بلاها ليمون خالص. رحت للعلاف وجبت ب5 جنيه ملح ليمون، بسم الله ما شاء الله، اداني حبة قد كده. النهارده هنعمل بيه بقى منقوع البط. عايزه اقول لكم ملح الليمون ده قوي جدا جدا، واكيد انتوا عارفين اقوى من الليمون كمان. يعني انا بحبه كمان في تغسيل، ان انا اغسل بيه الطيور كلها عامه، سواء فراخ بلدي فراخ بيضه. الحته اللي انا وريتها لكم ديت بتبقى من تحت البطايه دي، بيبقى فيها عقلتين كده لازم يطلعوا، لازم تمسكوهم بالسكينه كده بمقص تطلعوهم، لازم تطلعوهم. هنغسلهم كويس جدا جدا كده، يعني تحت الحنفيه في طبق كبير، يما نخليهم كده زي الفل. مش ده المنقوع، لا طبعا. غسلناهم وصفيناهم، وتعالوا هنقطع الكبده بقى بالقوانص كده بتاعتنا قطع صغيره زي ما انتوا شايفين. تعرفوا البط جميل من الكبده بتاعته. الكبده زي ما انتوا شايفين كده ناشفه وجميله جدا جدا. كده خلصنا. تعالوا بقى كده نشوف المنقوع بتاعنا اللي احنا نعمله. طبعا البط اتغسل كويس جدا وصفيناه في مصفى زي ما انتوا شايفين. منقوع النقع بقى بتاعه زي ما انتوا شايفين، حاطه قرفه، معلقه قرفه كبيره، حاطه معلقه ملح ليمون كبيره مش صغيره، لان بسم الله ما شاء الله 3 بطيات. وكمان حطيت قولوا 5 معالق ملح. تعالوا نسيبه بقى ونيجي نعمل الخلطة الجبارة بتاعتنا. التتبيلة اللي هنعملها النهاردة، حطيت كده بصلاية كبيرة. البصل الأحمر ده حلو قوي قوي في التتبيلة. حطيت بصلاية كده كبيرة جدا حمرة، وحطيت طماطمية واحدة، وحطيت قرن فلفل أصفر وقرن فلفل أحمر وقرن فلفل حار. ومعايا بقى كمان روزماري فريش وزعتر فريش الأخضر. قرطفت كده 4 تعواد من ده و4 تعواد من ده. حطيت معلقة قرفة، حطيت كمان معلقة توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل، وكمان بابريكا مدخنة معلقة. الخلطة عايزة اقول لكم ريحتها تحفة. وكمان حاطة، نسيت اقول لكم، معلقة توم كمان. عايزة اقول لكم الخلطة ريحتها جبارة. من ايه؟ من التوابل؟ لا، من الزعتر والروزماري. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. شايفين البط كده لونه افتحي من جوه كده واحمر وجميل. مسكت كده تحت الجلد بالسكينه، فتحت شويه،
علشان ان انا احشي كده تحت الجلد، وايه يما تتشال كده تبقى جميله. بصوا يعني ايه، ما خليتش منفس فيها بره وجوه كده، دعكناها وخليناها كده بسم الله ما شاء الله. طب اللون الاصفر ده من ايه؟ من القرن الفلفل الاصفر اللي احنا ضربناه، هو اللي مدي اللون الاصفر الجميل دوت. انا ولا حطيت كركم ولا حطيت اي حاجه خالص. هندي كده تحت الجلد، نحاول نفتح بالسكينه. الجلد بتاع البط ناشف، مش هينفع نفتحه بايدينا، لازم بالسكينه كده بالراحه، ونفتح كده ونخلي كده تحت الجلد عشان نحشي البط بتاعنا. عايزه اقول لكم منقوع الملح اللي انا عملته او النقع اللي انا عملته ده جميل جدا، ما بيخليكوش ريحه زفاره، والشوربه ريحتها جميله، والبط كمان بيبقى طعمه وريحته جميله جدا. كمان يا سيدي لو عندكم برتقانيه كده بلدي وضربتوها مع الخلطه دي بقشرها كده، غسلتوها وضربتوها برضو كانت هتبقى جميله. بس انا بصراحه ما عنديش البرتقان النهارده، فاستكفيت باللي انا عملته. اتمنى يكون الفيديو النهارده بتاعي عجبكم، وكل عام وانتم